لا اقول لكم بس يا عيال، والله هذا العيد ما ادري ايش فيني، نومي غريب جدا 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 غريب. نومي انام الصبح واقوم الليل، ما ادري ليك العيد انا كذا تلخبط نومي. ما عليكم من هذا الهراء، خلينا نسلم عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين يا عيال؟ عساكم طيبين. كل عام وانتم بخير. عساكم من عواد. وايش بعد؟ نسيت شيء، عيدكم مبارك. ايش في شيء ايه من عايدين من السالمين والفايزين، كيف حالكم طيبين؟ معليش تحمست، بس كل عام وانتم بخير يا عيال. ما كان ودي اسحب 3 ايام او 4 ايام تقريبا، لكن العيد والشاو تعرفون يعني العيد وكذا وشغل، تلهيت صراحه. فسامحوني، راح اعوضكم باذن الله، راح اعوضكم مقاطع جباره باذن الله، الواحد الاحد الفرد الصمد. طبعا اليوم راح نتكلم عن شخص يعرف يتعامل مع الناس سيئه، يعرف كيف يحلب فلوسهم كذا، يجيبهم يحلب فلوسهم كذا، يحلبهم حلب، يحلب محتوى عن البي سي والسيارات. يعني بعد ما قلت لكم هذا الشيء المفروض تعرفونه على طول. يب اليوتيوب اللي يتكلم عنه اليوم هو دحماس. تلعب معي مرك علشان اي احكي تعال احكي. ابشر. انا اطفي، بس اطفيها لك يا بزر. اللي يجون لدحماس في البثوث ويقولون له كلام غير اخلاقي، الكلام السيء اللي يكتبونه عشان يشوف دحماس، لازم يعطوه $5 $10 $2 $3، اي مبلغ إن كان، بس انه يوصل فلوس. فاي بشر يفتح بث منها انه يستمتع ومنها انه يسترزق، وبالعكس دحماس ما يحثهم على كذا، يعطيهم بلوك احيانا. فهم اول ما يرسلون لدحماس $10 ولا $5 يكتبون كلام سيء وكلام غير اخلاقي، كشخص طبيعي تسكت، تعطيه بلوك على طول، ولا تخلي الادمن البث يعطي بلوك. واذا سويت كذا في البثوث ما راح يعطونك فلوس ذول اللي يسبون، ولا راح يسبون، لان يعرفون انك ما راح تسوي رياكشن. فبالذكاء والدهاء من دحماس ان يعطيهم رياكشن يخليهم يضحكون ويستمتعون ويفلونه في وقت البث يعني، وهم مستمرين يرسلون فلوس $5 $10 $20، حتى لدرجه ان اشترى سيارات من وراء هذه فلوس. فانا صراحه لو مكان دحماس كان سويت نفس الشيء. استغل غباء الناس اللي كذا من هذه النوعيه واخذ فلوسهم، هذا افضل عقاب لهم. فدحماس يرد عليهم بشكل مؤدب وياخذ فلوسهم ويضحكهم شوي، يلا يلا اضحك انت وياه، وينزل لي $50 $20. حلو والله، حلو كذا، نظام ممتاز، بزنس صراحه. وانا الصراحه مرات ادخل بثوث واتابعها واضحك، بس يعني اضحك من رياكشنات دحماس واللي يتكلمون يعني اقسم بالله راح تدخل تضحك بس، لكن الله يهديهم يعني انا ما ايد انهم يسبون دحماس ولا يتكلمون كلام غير اخلاقي ودونيشنات لدحماس، بس ان رياكشنات دحماس لما تجي هذه الرسائل يا اخي تضحك، اقسم بالله تقتلني ضحك. بعد الحجر طب وكذا. حياك. الله يوفقك. بس الحين عادي تشوف الكام وتقول آه، كذا بابتسامة خفيفة تقول مبروك على 20,000. يا أخي تو سويت لك دونيشن قلت الله يبارك فيك، قل مبروك ال20,000 بس طيب بابتسامة كذا حلوة منك. يا اخي ما ادري، قل لي انك يا أخي قلها وش فيك وش بذا. طيب حبيبي مبروك ال20,000. يا عمري سو كيوت. شوف الغبي ذا. عاد تزوجك تحماس أرجوك. وات؟ ياهو ياهو شوف رياكشن. عمي دادي. اقسم بالله يا عيال، على الليل كذا والشاي على البي سي، شوف دحماس بثوث دحماس، اقسم بالله تستمتع، تضحك ضحك، تضحك على رياكشناته بعد الناس الغبيه هذه اللي قاعد تقول لك كلام التافه هذا. بالله هذا كيف ما يستحي كذا يقول كلام تافه في البث قدام الناس، ويعني كيف ما تستحي يا اخي، يا اخي كيف. انا ما ادري الصراحه، بس اني استمتعت يوم شفت دحماس يضحك عليه ولا شيء. يا اخي دحماس اقسم بالله رهيب. بعدين شد على الهواء، حط معجون، اهم شيء تاكد في معجون في كل شيء. طيب بسلم على ميناتو ميناتو؟ شنو ميناتو؟ بسألك سؤال. أبي انضم لجروب الكشاف شلون؟ قدم اليهم وسوف ياتيك 2 امامك و5 خلفكما. انا يوم كنت حاضر بث اقسم بالله اموت، اتقلب يمين يسار، اتقلب يمين يسار من الضحك اقسم بالله اضحك ضحك ذاك البث يا عيال. دائما اكون مروق اجيب لي كوب شاي واتابع دحماس، صراحه ممتاز اقسم بالله، متعه منها فايده ومنها تضحك. الان نرجع لجروب الحفرنسا. ما ودك تعال الخرمه والله نحفر. ابشر احفر هناك. لا يصير فيه. لا تخربها. مرات يتنفذ يعطيهم تحت التريلات يعطيهم استغفر الله. بس انه ما يقول الكلام بشكل صريح يعني مثل ما هم يقولون، لانه شيء سيء لو قال هذا الشيء كيوتيوبر او كاي شخص، يعني لانه بيضر سمعته وبيضر حياته حرفيا، لانك تقول كلام سيء هذا انت ما عندك حياه، يعني انت قليل ادب. وذي النوعين من الناس يعني لازم تحلبها مثل ما يسوي دحماس، لازم تحلبها حلب، ما تخليها كذا تسحب عليه، لا لازم تحلبها حلب. فهني دحماس صراحه على ذكاء. تفضل يا غالي، 30 ثانيه عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه سلم. هذا معلش الصوت واضح انه الناس، بيسب. انا اللي جيت لك قبل كده وكان المايك بتاعي بايظ، او كنتش بشتمك، مش عارف انت ليه افتكرتني بشتمك، مش عارف. لا والله جاي اعتذر. واحب ادي تحت. ايوه تفضل. مقبل. مو مشكله حصل خير. ماشي حبيبي. عايز ادي تحيه لواحد صاحبي اسمه عبد الله محمد، واحد اسمه محمد عبد النبي،
واقول لك اسف. شوف شوف حبيبي. والسلام عليكم. اوح واو اخلاقك الملع يا ابن يا ابني يا ايوه عادي اقدر اصف لك، بس انا من زيك. تفضل يا ايش الناس مقرف يا اخي، تدور اي فرصه عشان تبدا حماس، سوى نفسه طيب. والله انا صدقت، انا في البث انا صدقت، قلت اوه ماي جاد هذا يا يعتذر ممتاز، والله طلع كويس يعني، جاي يعتذر، دخل البث عشان يعتذر، واخر شيء يقول لك كلام قله حياه، اقسم بالله ناس ما تستحي. انتظر التجميع اللي بنزله الله نهايه يلعنك الاسبوع. يا طيب حماس، هذا اللي تعبيرك اقدر من افيدك فيه الجزائر. لانه بنزل أوه، ليش يلعن هذا؟ قريب. الله ايش بوم ليش ذا يلعن؟ متابعينك من والله ايوه ايش فيهم ذول ما ادري والله. انطوني ناس مريضه. سليمان يسلم عليك، يقول لك تعال يقول تعال انت من ذي ومن انت يا ابن يا عيال من الشيء ذول؟ متابع حماس كلهم كذا. انا ما ادري بس انت تعال الرنية والله انا الرب هناك. تعال ابشر بساعدك مسوي يعطيهم تحت التريلات، يعطيهم ذكي اقسم بالله. لا تقعد، اذا انت غير مؤمن بالناس الوسخه راح تشوفها بث دحماس، يعني راح تشوف كل شيء بث دحماس، كل انواع التفاهه والغباء ولا عبدال العقل انعال. بس انه اقسم بالله دحماس سوى احسن شيء اللي هو يستغلهم، هذا احسن شيء سواه. وانا صراحه ايد انه يفتح بثوث، وايد انه يخليهم يحلبهم كذا، يحلب لانه طلع خير من وراهم، والله طلع خير وحلال ما هو بحرام، لانه هو انسان ما سوى شيء، قاعد بس مجرد انه يسوي بثوث وقاعد يعلم الناس، تجمع تجميعات بي سي ويعلمهم على السيارات. في ناس غبيه تافهه تجي تسب وبس كذا، يعني يبغون رياكشن، وهو يسوي رياكشن يضحكهم ليش؟ عشان يستمرون. وانا الصراحه اقول لدحماس انه يستمر، اصلا هو مستمر بدون ان اقول انا ولا احد ولا ينتظر احد يقول له استمر، لانه اصلا مطلع فايده من هذا الشيء، وهذا الشيء يعني هو يستمتع فيه بنفسه، وقلت تطلع منه يعني رزقه. ما سمعت ما ما سمعت. ابي اوجه رساله لصديقتي عن طريق ابي اوجه رساله لطليقتي عن طريق وات ايش دخل دحماس؟ طيب تحت شجره الخوخ. يستهبلون ذول اقسم بالله. طبعا شجره الخوخ مهمه جدا، من الفواكه اللذيذه. بغيت يا اخي حتى بث صار مكان المطلقات ومدري زواج ومصلح اجتماعي، كل شيء صار بث صالح لكل شيء، بس دحماس صالح لكل شيء. وفي اخر مقطع اقول ان دحماس صراحه تعلمت منه كثير في مجال البي سي ومجال السيارات، تعلمت منه كثير والله، واشكره على المعلومات هذه. وبس والله اتوقع كذا من مقطع، حطوا لايك والاشتراك وصلوا على النبي. وهذا اتوقع اول مقطع قبل بعد العيد، مو اتوقع اكيد اول مقطع بعد العيد. وعساكم طيبين ان شاء الله، و بيس اوت.